السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طلاب الأعزاء، طلاب الصف السادس، أهلا وسهلا ومرحبا بكم. تحدثنا سابقا عن درس فضل الإنفاق وذم البخل في تفسير سورة الليل. قلت معنى يخشى أي غطى بظلامه الأرض، ومعنى تجلى عم الأرض بضيائه، ومعنى لشتى أي مختلف منه الحسن ومنه السيء. طلاب الأعزاء، هيا بنا لكي نكمل ما درسناه في الحصة السابقة في درس فضل الإنفاق وذم البخل في تفسير سورة الليل. هيا بنا كي نتعرف على أهداف درس اليوم. الهدف الأول أن يفسر الطالب الآيات من سورة الليل من الآية 1 إلى الآية 11 تفسيرا صحيحا. الهدف الثاني أن يستنبط ما يستفاد من الآيات من سورة الليل من الآية 1 إلى الآية 11. قال الله تعالى: والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى. أقسم الله عز وجل في هذه الآيات بثلاثة آيات من آياته الكونية. أقسم بالليل إذا غطى الأرض بظلامه، وبالنهار إذا عم الأرض بنوره وضيائه، وبخلقه الإنسان ذكرا أو أنثى. وأن الله عز وجل قد أقسم بهذه الآيات وأن عمل الناس مختلف ومتفاوت، فهناك من يفعل الخير والطاعات، وهناك من يعمل الشر والمعاصي. ثم قال الله تعالى: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. صنفت الآيات الناس إلى صنفين، وبينت جزاء كل منهما. الصنف الأول من الناس من بذل ماله لوجه الله تعالى ومرضاته واتقى ربه ففعل الطاعات واجتنب المعاصي وصدق بالجنة والثواب الذي أعده الله تعالى لعباده فيها. وعده الله تعالى بأن يرشده إلى طريق الخير والصلاح وييسر له أمره في الدنيا والآخرة. أما من بخل واستغنى، قال الله تعالى: وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى وأما يغني عنه ماله إذا تردى. الصنف الثاني من الناس من بخل بماله الذي أعطاه الله تعالى إياه فلم ينفقه في مرضات الله، وترك عبادة الله تعالى واكتفى بجمع المال وطلب الغنى وكذب بالجنة وثوابها. وعده الله تعالى بأنه ييسر له أسباب الشقاء ولم ينفعه ماله الذي جمعه وبخل به حين يهوي في نار جهنم. طلاب الأعزاء، هيا بنا لكي نستخرج الدروس المستفادة من سورة الليل. أحسنتم، بارك الله فيكم. أول شيء بيان عظمة الله تعالى وقدرته. ثاني شيء فوائد الليل والنهار كثيرة. ثالث شيء الإنفاق والإحسان للآخرين سبب في تيسير الأمور ودخول الجنة. ذم الله البخل وجعله سببا في الشقاء وتعسير الأمور. لحل نشاط الكتاب قال الله تعالى: وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. طلاب الأعزاء، ما الأعمال التي حذر الله تعالى منها في هذه الآيات الكريمة وما عاقبة من فعلها؟ الأعمال التي حذر الله تعالى منها، أحسنتم بارك الله فيكم، حذر الله تعالى من البخل وترك عبادة الله والتكذيب بالجنة وثوابها. أما عاقبة من فعل هذه الأعمال، أحسنتم بارك الله فيكم، نار جهنم. أقسم الله تعالى في هذه السورة الكريمة بثلاثة آيات من آياته الكونية، وهي أحسنتم بارك الله فيكم: بالليل إذا غطى الأرض بظلامه، وبالنهار إذا عم الأرض بنوره وضيائه، وبخلقه الإنسان ذكرا أو أنثى. قال الله تعالى: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. طلاب الأعزاء، ما هي الأعمال التي أمر الله تعالى بها في هذه الآية؟ أحسنتم بارك الله فيكم: ببذل المال لوجهه تعالى ومرضاته وتقوى الله وفعل الطاعات واجتناب المعاصي والتصديق بالجنة. النتيجة المترتبة على ذلك، أحسنتم، أن من فعل هذا وعده الله عز وجل
بأن يرشده إلى طريق الخير والصلاح وييسر له أموره في الدنيا. حدد من الآيات الكريمة آية مدح الله فيها صفة الإنفاق في سبيل الله، وآية ذم فيها صفة البخل. الآية التي مدح الله تعالى فيها صفة الإنفاق تعالى هي قوله تعالى: أحسنتم أبطال، فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. أما الآية التي ذم الله تعالى فيها صفة البخل هي قوله تعالى: أحسنتم، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى وما يغني عنه ماله إذا تردى. ضع علامة صح أمام العبارة الصحيحة وعلامة خطأ أمام العبارة غير صحيحة. في تتابع الليل والنهار منافع كثيرة للناس. ممتازين، الإجابة صحيحة. يتفاوت الناس في أعمالهم، فمنهم من يفعل الخير ومنهم من يفعل الشر. أحسنتم بارك الله فيكم، الإجابة صحيحة. مال الإنسان الذي يبذله في وجوه الشر ينجيه من العذاب يوم القيامة. أحسنتم بارك الله فيكم، الإجابة خاطئة. اكتب أمرين من الأمور المستفادة من الآيات الكريمة. أحسنتم أبطال. بيان عظمة الله تعالى وقدرته. فوائد الليل والنهار كثيرة. وفي الختام أسأل الله عز وجل لكم الفهم والتوفيق والنجاح والسداد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.